احنا في عز موسم الامتحانات وفي شكوى بتجيلي الصيدليه كل يوم من اولياء الامور والطلاب. يا دكتور انا بذاكر طول اليوم وبدخل اللجنه انسى كل حاجه، او ابني بيقعد على الكتاب ومش بيركز. النهارده هقولك على 5 عادات طبيعيه واثار علميه من قلب البيت هتفرمط مخ ابنك وتزود تركيزه وتخلي ذاكرته زي الحديد. اول سر معانا قاعده ال 25 دقيقه. اول غلطه بيقع فيها الطلاب هي القعده المتواصله بالساعات قدام الكتاب. المخ البشري تركيزه بيبدا يقل بعد 30 دقيقه بالظبط. الصح انك تذاكر 25 دقيقه بتركيز تام وتفصل 5 دقايق كامله تتحرك فيهم وتريح عينك. ال5 دقايق دول بيعملوا اعاده تنشيط لخلايا المخ علشان تقدر تستقبل معلومات جديده. تاني سر هو عدو الذاكره الخفي، الجفاف. عارف ان مخك بيتكون من 75% ميه؟ لما بتنسى تشرب ميه وانت بتذاكر المخ بيصاب بجفاف بسيط، واول حاجه بتتعطل هي الذاكره قصيره المدى. كل ربع ساعه بق ميه صغير كفيل يخلي الاشارات العصبيه شغاله باقصى سرعه. تالت حاجه فلتره النوم وتثبيت المعلومات اللي بتذاكرها طول اليوم بتفضل في منطقه مؤقته في المخ. المكان ده مش بيتنقل منه المعلومات للذاكره الدايمه الا اثناء النوم العميق بالليل. السهر ليله الامتحانات والنوم ساعتين بس هو السبب الاساسي انك تدخل اللجنه تلاقي دماغك بيضه. نام مش اقل من 6 ل 7 ساعات بالليل علشان مخك يلحق يرتب ويخزن اللي ذاكره. رابع حاجه